السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ جايبالكم النهاردة أكلة محدش يقدر يقول لها لأ أبدا. أكلة من التراث المصري، أكلة كده حاجة كده يعني من أسباب السعادة، من اللي بتعمل سعادة عند الناس. بصوا بقى هوريكم ازاي نقدر نعمله فسيخ المزبت ده بتاع الشتا الجميل. بصوا لحمه أحمر وطعمه جميل جدا ومفيش أي ريحة مزعجة. تعالوا نشوف مع بعض هنعمله ازاي بطريقة سهلة ولذيذة. مين هيقوم ويجرب ويعمل معايا الوصفة؟ تعالوا نشوف مع بعض هنعمله ازاي. بصي يا حبايب قلبي، الفسيخ ليه أسباب عشان ينجح ويبقى معاكي فسيخ ممتاز جدا جدا. أول حاجة، انت لما بتجيبيه من عند البياع لازم تكوني ضامنة ان هو ما تحطش عليه تلج او مش متلج، ولا انت حطيتيه في التلاجة قبل كده، يبقى لازم يكون طازة. دي نمرة واحد. بعد كده بنجيبه، اول ما بتجيبيه بتشطفيه تحت الحنفية شطفة بسيطة من غير ما تجرحي البطن بتاعته ولا القشرة بتاعته، يعني احنا عايزينه بقشرته زي ما هو كده. وبعدين بنحطه ينشف على فوطة أو فوطة نضيفة بتاعة الأكل، أو نحطه على المصفى، أو نقدر إن إحنا نحاول نوقفه كده بحيث إن هو يصفي ميته وما يبقاش فيه أي مية. يبقى تاني حاجة من أسباب النجاح إن هو يكون ناشف جدا، ما يكونش عليه أي مية. بعد كده بنجيب مناديل. بصوا إحنا بنعمله بنمسحه إزاي بالمناديل. نحط المناديل داخل الخياشيم بتاعته علشان نضمن إن المنديل بتاعي يطلع ناشف. نفضل ننشف فيها كده لغاية لما المنديل بتاعي يبقى ناشف وزي الفل. يبقى تاني حاجة عشان الفسيخ بتاعي يبقى ناجح إن هو يكون ناشف، ما يكونش عليه أي مية نهائي. خلاص ضمننا إن إحنا الفسيخ بتاعنا ناشف وجميل. نبتدي نشوف الخلطة اللي إحنا هنحطها. أول حاجة بحط طبق صغير أو البولة الصغيرة بتاعة الشوربة دي هملاها ملح. للنجاح أكتر إن انتي تعملي بالملح الرشيدي اللي هو الملح الخشن، مش الملح بتاع الطعام. لكن لو مش متوفر ممكن تعملي ملح الطعام. أنا عاملاه المرة دي بملح الطعام، دي مفيش مشكلة خالص. هو بيبقى زي في طعم الحادق شوية بس مش كتير. طبعا حطينا كركم وحطينا شطة، ودوت علشان نحفظ الفسيخ بتاعنا من البكتيريا، وعلشان ما يعملش أي ريحة، وعشان يبقى ناجح معايا وما يعملش أي ريحة ولا أي عفن. أول حاجة حطينا فرشنا تحت السمكية بتاعتي ملح وكركم وشطة. وبعدين أجيب بقى ملح كتير كده، أملى إيدي ملح وأعمل الخياشيم بتاعته. أعمل الخياشيم بتاعته وده أهم حاجة. يبقى تالت حاجة عندي لازم الخياشيم تكون مليانة ملح، مش تحطي ملح على السمكية وبس، هتبوظ منك ومش هتطلع حلو. يبقى بفتح الخياشيم بتاعته كده وأملاها ملح على الآخر. أحط بقى ملح من تحت ومن فوق. وده كيس التلاجة دوت نفكيه من الجنب علشان يبقى من جنب واحد وبقية الجناب كلها تبقى متقفلة. وبعد كده أجيب الاسترتش رول بتاعي وألفه لفة ممتازة. أنا مش عايزة الهوا يشمه. يبقى بعد كده السبب الرابع عندي إني مخليش أي هوا يدخل للفسيخ، لازم أقفل عليه كويس جدا. بصوا بقفل عليه من الراس ومن الديل كويس قوي، مش هسيب له منفس، مفيش أي منفس يخش منه الهوا خالص. قفلنا من فوق ومن تحت وضغطنا جامد جدا. بصوا بقت عاملة معايا زي الحجر. شفتوا بقى طريقته مش صعبة خالص، يعني حاجة كده أسهل من أي شيء.
بصوا مقفلة عليه تمام كده، كده زي الفل. نعمل واحدة كمان معاكم. كيس التلاجة اهو، هجيبه هفتحه من الجنب واسيبه من فوق مقفول ومن الجنب التاني مقفول، علشان الملح بتاعي ما يقعش في الأرض. أملى الخياشيم بتاعتي جامد بكل ما أوتيت من قوة، يعني دي أهم شيء، دي اللي مش هتعمل لك ريحة يا حبيبتي، مش هتخلي للفسيخ أي ريحة وحشة. علشان كمان طول الفترة اللي هو بيتخلل فيها ما يبقاش فيه أي ريحة في المطبخ، يعني مش بس وانتي بتنضفيه، لأ وكمان الفترة اللي هي حاطاه فيها. طبعا احنا في الصيف بنحطه لمدة أسبوعين، أما في الشتاء بسيبه في أسبوع كمان تاني، يعني 3 أسابيع في الشتاء. بجيب الاسترتش رول، بصوا بقفل كويس ازاي. ذمتِك بقى لمّا تعمليه في البيت مش أحسن ما تشتريه من برّه؟ هيبقى مش ضامنة نضافته وما أنتيش عارفة هو عمل إزاي، الفترة اللي هو بيتجفف فيها ممكن تيجي عليها حشرات أو ممكن تيجي عليها حاجة، لكن أنتِ لمّا تكوني عاملة الحاجة في البيت تبقى معمولة قدّام عينيكِ، تبقي ضامنة إن أنتِ بتأكّلي لولادِك حاجة نضيفة وحاجة مضمونة. ده غير إن كمان التكلفة كمان أقل بكتير، يعني كيلو السمك بيعمل 90 جنيه، أما كيلو الفسيخ بيعمل 250، يعني أنتِ ممكن بال250 ديّة تعملي 3 كيلو سمك، مش كيلو واحد، يعني من حيث التكلفة، من حيث النضافة، من حيث كل شيء طبعًا كده أفضل بكتير. دلوقتي بقى حطيناها في الشنطة ديّة وهنقفّل عليه، دي أول شنطة هنحط فيها، لإن إحنا لسه هنلف برضه في أكتر من حاجة. مش باقول لكم أنا مش عايزة لا هوا يشوفه خالص، مش عايزة أي هوا يدخل. طيب لو ما عندكيش شريط زي كده تربطيه بيه، ممكن تجيبي البلاستر بتاع الكهربا وتلفي على الشنطة كده جامد، علشان برضه ديّة هتحكمها برضه كمان يمكن أكتر من الرباط. جربوا يا بنات أي حاجة تعملوها في البيت بإيديكم علشان تبقوا ضامنين النضافة وضامنين الحاجة سليمة جاية لأولادكم، وتعملوا لهم كل حاجة هُم بيحبوها وكل حاجة نفسهم فيها. الحاجات دي تكلفتها عالية جدًا برّه، فلمّا تعمليها في البيت يكون أفضل. يعني أنا مستحيل أشتري الفسيخ من برّه، مستحيل. وأي حاجة تانية تقدري تعمليها في البيت يكون أفضل طبعًا من لمّا تشتريها من برّه. أنتِ عارفة كويس أوي أنتِ هتبقي عاملة إيه للأولاد. بُصّوا بقى لفيناه جامد كده ونحكم كده القفلة كده كويس، وإحنا في الشتا دلوقتي هنسيبها لمدة 3 أسابيع لحد لمّا تستوي. الفيديو اللي جاي هاوريكِ إزاي تقدّميه بطريقة شيك وجميلة، وكمان هنعمل مع بعض بوريه الفسيخ، وهاوريكِ إزاي هتعمليه. انتظروني في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله.